السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين، أطاب الله مساءكم. ما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. النادي الأهلي في مرحلة صعبة. النادي الأهلي عنده مباراة يوم 31 مارس أو 1 إبريل صعبة جدا في الصعود. هيلاعب الهلال السوداني. إذا كسبوا 1-0 الأهلي يصعد. إذا الهلال السوداني جاب أهداف في مصر هنا لازم الأهلي يفرق عنه بهدفين. يعني لو الهلال جاب جون يبقى لازم الأهلي يكسب 3-1 وهكذا. مباراة صعبة عشان المباراة الأخيرة في المجموعة يا إما نصعد يا إما نخرج. دي صعوبتها، إنما هي سهلة على النادي الأهلي كورق، كتاريخ، كلعيبة، ككورة. الأهلي يقدر يعملها إن شاء الله. ربنا يوفق كولر، ربنا يوفق لاعيبتنا إن شاء الله. إن شاء الله يبقوا على قد المسؤولية، والجمهور هيبقى كبير بإذن الله. وإن شاء الله النادي الأهلي، أنا حاسس إن الأهلي هيكسب ومكسب مستريح إن شاء الله. نخش بقى على بطولة الرابطة. أنا كشخص أهلاوي بتمنى إن النادي الأهلي ينسحب. يعني إيه أنا ألعب في بطولة خلاص بقت رسمية في مصر، وأنا بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كل حاجة كتاريخ، والعب من غير مثلا 14 لاعب؟ تحاسبني ازاي لما اخسر ولا بتاع واخرج من البطوله؟ كده في عدم فير. مش الاهلي لوحده، ونادي الزمالك برضه، لان في لعيبه منه في المنتخب، وبيراميدز. هم دول اكتر نوادي متاخد منهم لعيبه، فهم دول اكتر نوادي مظلومه. انا كمشجع من مشجعين النادي الاهلي بتمنى الاهلي ينسحب على الاقل عشان البطوله تبوظ. عدم وجود النادي الاهلي اسم كبير يبوظ اي بطوله، عشان نبقى صراحة. خلصنا موضوعنا عن النادي الاهلي. نادي الزمالك عنده ازمة برضو، رحيل فيريرا والنتائج السيئة والخروج الافريقي. 5 بطولة السنة دي من شهر يناير الزمالك يخسرها كتير. في مشكلة في الجهاز الفني، في مشكلة في الإدارة، في مشكلة في اللعيبة، في مشكلة. تمنياتنا برضو لنادي الزمالك يرجع من جديد، لان هو قطب من قطبين الكرة المصرية. عايز اتكلم في التحكيم. كابتن محمد فاروق كان بيحكم مباراة النصر ومنتخب السويس، وكانت النتيجة 2-1. جت كورة المنتخب السويس للنصر، فاول، هوب جون فيها لمسة يد مثلا، بس الحكم واللايزمان حسبوا جون، بدليل ان اللايزمان جري برايته لنص الملعب والحكم اتجه لنص الملعب عشان هو بيقول انا ايه ما حسبتش جول. وحصلت مشكله من منتخب السويس والجهاز الفني واللعيبه، فطلع حد اداله موبايل من الجهاز الفني في منتخب السويس، بص لقى الكوره هاندبول فعلا، راح راجع لاغي الجون. طبعا ده غير قانون وما شفناهوش قبل كده، دي غلطه. والحكم صادق السلمي التونسي اللي فعلا كان ليه مزاج يطلع النادي الاهلي، تغاضى عن 2 طرد للهلال قصاد سان داونز، تغاضى 2 كارت احمر. والكوره اللي جت منها ضربه الجزاء للهلال ضد سان داونز كانت في اساسها اوفسايد. بس فعلا عداله السماء. بالتوفيق للكرة المصرية، بالتوفيق للفرقة المصرية إن شاء الله. تمنياتنا ليهم بالنجاح بإذن الله. وما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.